ثم اطرحوا سؤال لكل صحفي، وحددوا السؤال للمدرب أو للاعب. سوف أطرح السؤال الأول، هو نفس السؤال للمدرب واللاعب. غدا ستكون المباراة الثانية في هذه البطولة الأفريقية، ما شعورك قبل هذه المباراة؟ السلام عليكم ورحمة الله. أكيد الإحساس معناتها أحسن من المباراة الأولى معناتها، خصوصا لينا احنا تونس معناتها نعرفوا لكونه الكؤوس الإفريقية الأخيرة كانت التعثر والبدايات كانت صعبة. أكيد بعد الفوز معناتها إحساس خير، وخلينا على الأجواء متاع المغرب ومتاع الكأس الإفريقية هذه، حتى على المستوى اللاعبين معناتها احساسهم على المستوى البدني والذهني افضل. ان شاء الله غدوه زاد كذلك نكونوا معناتها في القمه متاع التركيز والعطاء والانضباط متاعنا ان شاء الله. Talbi, même question, quel est l'état d'esprit à 24 heures de votre deuxième match? السلام عليكم. الحمد لله رينا الحمد لله الفوز في الماتش الاول، نعرفوا مهمه الماتش الاول، اما كنا فرحانين بعد الماتش، اما تو رجعنا للتركيز، نعرفوا اللي كل ماتش مهم خاصه في الفاز دو بول، كل ماتش 3 نقاط، دونك علينا باش نكونوا حتى مع خير، وان شاء الله باش نكونوا في المستوى ونوريو واش طيب ونعملوا ماتش ما خير من الماتش اللي فات ان شاء الله. الكلمة للإعلاميين لطرح أسئلتكم، نبدأ من هنا. صباح الخير كوتش. صباح الخير منتصر. نافع بن عاشور بين سبورت. كوتش، المنتخب التونسي نقدر نقولوا تخلص من ضغط البدايات، لأنه كان تركيز كبير على المباراة الأولى. مباراة كانت ناجحة فنيا وعلى مستوى النتيجة والأداء، لكن الأكيد وأنه مثل ما قلت أنت بعد المباراة التأكيد لازم يكون ضد أحد أبرز المرشحين في المجموعة هو نيجيريا، ومن هنا بعد ضغط المباراة الافتتاحية أكيد وأنه ضغط مواجهة نيجيريا. هو الأكيد اللي كانوا ضغط مختلف معناتها، مش نفس الضغط، أكيد أقل نسبيا من المباراة الأولى، لكن باش نواجهوا منتخب معناتها من المنتخبات الكبيرة في القارة، منتخب معناتها عنده حجم في كرة القدم الأفريقية وعنده نجاحات كبيرة على مستوى كرة القدم الأفريقية. والأكيد احنا معناتها زاد كذلك في المناسبات هذه دايما التركيز متاع اللاعبين والروح متاع اللاعبين تكون معناتها في مستوى عالي وعالي جدا، وهذا معناتها دايما وإن شاء الله غدوة معناتها يعمل فارق بإذن الله. Here in the back. السلام عليكم كوتش سامي طرابلسي، محمد قرده صحفي في القناه الثانيه المغربيه. اولا مرحبا بكم في بلدكم الثاني المغرب، نتمنى التوفيق للمنتخب التونسي وباقي المنتخبات العربيه، كما نتمنى التوفيق بطبيعه الحال المنتخب المغربي. سؤالي هو المنتخب التونسي كما قال الزميل نافع بن عاشور تخلص من ضغط البدايات، يعني تخلص من عقده المباراه الافتتاحيه الازيد من 13 سنه. هل يمنح دفعة ثقة إضافية للمنتخب التونسي للإعداد بشكل أكبر لهذه النهائيات والمباريات؟ وسؤال ثاني والمتعلق، هل أعددتم خطة أو طريقة للتعامل مع القوة الهجومية للمنتخب النيجيري؟ نتحدث عن أوسيمين، لقمان، موزيس ومجموعة من اللاعبين، يعني قوة هجومية على مستوى الخط الأمامي. بالنسبة للضغط، الضغط ما يوفاش في كرة القدم، أكيد ضغط إيجابي ما هوش ضغط سلبي معناتها. دائما كل مباريات معناتها نكونوا على مستوى تركيز، ويلزمنا نكونوا على مستوى تركيز عالي. بالنسبة أي خصم ولا أي نوعية متاع لاعبين في أي منتخب، احنا منتخب معروف أكثر بالجماعية على المستويات الكل، دفاعيا ولا هجوميا، باش نتعاملوا مع كل اللاعبين ولا كل النجوم اللي موجودين في افريقيا بنفس الانضباط، بنفس ما ثماش حاجه معناتها باش تكون استثنائيه للاعب ما، لكن باش يكون ثم تنظيم دفاعي وهجومي جماعي متاع المنتخب يكون معناتها
باش ينقص من فعالية بعض اللاعبين المهمين في كل المنتخبات. Morning. I'm Nelly from Football Matters G's Nigeria. أنا من نيجيريا. سؤالي للاعب: What worries you most about the Nigeria Super Eagles team? ما رأيكم في المنتخب النيجيري؟ أعتقد أن نيجيريا فريق ممتاز، لديهم إمكانات كبيرة ولاعبون كبار خاصة في الهجوم. لا أعتقد أن لدينا قلق، نحن واثقون أيضا من أنفسنا، لكننا ينبغي أن نكون بكامل التركيز في مباراة كبيرة قد تكون أهم مباراة في المجموعة. نحن نحترم هذا الفريق وهؤلاء اللاعبين وسنبذل كل جهد الممكن لكي نقدم أفضل أداء ممكن. On the left side. صباح الخير، عرفت حول الفوت 24. كيستيون منتصر كيف منتصر الماتش كونتر فيكتور اوسيمين بالذات اللي هو واحد من اهم واحسن زاتاكون في العالم، عنده تحضير سبيسيال بالنسبه ليك سو لو بلون مونتال؟ فما دي تشالنج بيرسونيل ممكن تحطهم في النوعيه ذي نتاع لي كونفرونتاسيون؟ نعرفوا سورتو اللي انت بالفيكو نتاعك لعبت كونتر دي زاتاكون كبار برشا، دونك فما تحضير سبيسيال بالنسبه ليك انت سو لو بلون مونتال؟ Oui, je pense sur le plan mental كما قلت. أعتقد أنه من الناحية الذهنية لاعبون نيجيريا لديهم مهاجمون كبار. هناك مباراة في المباراة بين نجوم الفريقين، لكننا نفكر في اللعب الجماعي. باش يعاون المجموعة. الأداء الفردي يدعم الأداء الجماعي. l'attakant اللي يجي قدامي ولا les attaquants les joueurs اللي يجوا قدامي je vais tout faire pour les arrêter إن شاء الله. ما voilà ça va être سيكون صراع جيد. donc علينا زي peut-être d'être un peu plus concentré. ينبغي أن نكون بتركيز أكبر ونعد المباراة. لديهم لاعبون كبار. عرفكم شي يجي ضم زون، اما نحن نعرفوا اللي زاد قوتنا سي الكوليكتيف وخاصة لاسيس ديفانسيف. دونك ان شاء الله كما قلت لك دفاعنا قوي ايضا. باش نكونوا في المستوى اون فا ديفوند توس انسامبل ان شاء الله باش نكونوا قريب لبعضنا و بور رياليزي ان بون ماتش ان شاء الله. Before we go for the next question, time's up for photographers, please. انتهى الوقت بالنسبة للمصورين، تفضلوا بالجلوس. Question here. السؤال التالي: أنا معجب بك. آخر مرة قدمت مباراة جيدة عندما فزتم على نيجيريا. غدا هناك لاعبون نيجيريون سيحاولون التفوق عليك. إذن ما هي مقاربتك؟ هل ستتوخون الدفاع؟ وهل ربما يكون هناك أفضلية لنيجيريا؟ أذكر آخر مباراة في كأس الأمم الأفريقية كانت نهاية جيدة، فزنا بالمباراة. كانت مباراة صعبة لأن الكثير من اللاعبين كانوا مصابين بكوفيد كورونا، لكننا في أحسن حالاتنا يمكننا الفوز على أي فريق. غدا ستكون قصة أخرى، هناك تغييرات كثيرة في فريق نيجيريا وفي منتخبنا أيضا. لا أعتقد أننا مرشحون للفوز لأن نيجيريا لعبت مباراة ممتازة في الافتتاح. أعتقد أنها ستكون مباراة متقاربة في المستوى بين الفريقين، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا. علينا أن ننهي المجموعة في الصدارة، وسيكون صراعا جيدا وسيفوز الأفضل. Ryan Fati pour nous sortir. Ma question est pour Montassar. سؤالي لمنتصر: أنت واجهت نيجيريا وهو دائما اختبار جيد لقوة هجوم نيجيريا. كيف أعددتم هذه المباراة خاصة أنك تواجه مهاجمين أقوياء جدا وسريعين؟ بالعربي. اي نعرفوا اللي كما قلت معناتها السؤال جاي قبل. فما مهاجمين معناتها في لو بلان انترناسيونال
معروفين بالكدا وعندهم دو غراند كاليتي. دونك كيما قلت لك علينا باش نركزوا اكثر، نكونوا مركزين ونحضروا الماتش كيما يلزم. والحمد لله معناتها لي سيونس دونترينمون وحتى لي سيونس دو فيزيوناج يعاونونا باش نكونوا حاضرين ونعرفوا لي بوينت فور تاع الادفيرسير. مي ان شاء الله كاو كيما قلت لك مركزين ونا لا كونفيونس تاع البرومي ماتش، برشا تواضع وبرشا تركيز ان شاء الله باش نكونوا غدوه توس انصامبل. مش كان لي ديفونسور اما لي 11 جوار سور لو تيران حتى اللي باش يدخلوا يعرفوا شنو لازم يعملوا، وان شاء الله باش ندافعوا كلنا مع بعضنا، نهجموا كلنا مع بعضنا، وان شاء الله le résultat sera positif. The next question in the back, left side. Good morning, everyone. Tony Young from Paul Sports Nigeria. Given that you guys come into this game having not lost the competitive game in over a year, in contrast, the Super Eagles struggling and missing the World Cup, do you think that form... أنتم تأهلتم إلى كأس العالم بينما نيجيريا لم تفعل ذلك، فما انعكاس ذلك؟ Who goes your question? To the coach. للمدرب. ما اظنش اللي كونه خروج نيجيريا من كاس العالم معناتها باش يكون حافز ولا باش يكون حاجه ايجابيه كبيره معناتها. حسب رايي كل بطوله معناتها عندها حقيقتها، الاكيد اللي كونه كاس العالم بطوله مهمه ومهمه جدا، كاس افريقيا كذلك. اكيد خيبه الامل متاع الجماهير النيجيريه بعد عدم التاهل وكذلك حتى اللاعبين ممكن تكون عندها معناتها تاثير نوعا ما. احنا بالنسبه لنا معناتها الامور هذه ما نركزوش عليها، نركزوا على الملعب وعلى نوعيه اللعب وطريقه اللعب متاع الخصم وعلى المنتخب ككل. ما هيش وضعيات ولا فرديات اللي ركزوا عليها اكثر معناتها في تحضيرنا للمباريات. Take the next question here. Good morning. My name is Toyo C from TTS Sports Nigeria. Taking a look at the FIFA rankings, you've played twice. أنتم لعبتم لعبتم ضد المغرب وخسرتم، ومصر أيضا. Good enough to play against a top side. هل تعتقد أن فريقك Can you turn on the flash, please? ليس جيدا بما يكفي لخوض مباراة ضده؟ اي جو بونس لعبات كل تعرف اعتقد نلعبوا ضد منتخبات كبار، تركيز ديما اكثر. وورينا حتى ماتش ضد البرازيل اللي نكونوا في المستوى ضد اي فريق واي جورات. دونك الحمد لله التوانسه احنا معناتها نعرفوا اللي وقت اللي نبداو تحت الضغط نعرفوا نجاوبوا. غدا باش يكون ماتش ضد فريق كبير جولات كبار كما قلت نعود، اما عندنا ثقه في رواحنا ونعرفوا اللي وقت اللي نبداو في نهارنا نبداو مركزين كما يلزم، نجموا نعملوا ماتشات كبار ونجموا نفوزوا بي ضد اي فريق. وان شاء الله غدا كما قلت لك جولات الكل وحتى ستاف والكلنا نحبوا نعملوا ماتش كبير ونكملوا زاده في لي لون بوزيتيف اللي عملناه الماتش الاول، وان شاء الله اللي فيه خير بيصير فيه غدا ان شاء الله. Next question here. السلام عليكم كوتش. سلام منتصر. كوتش ساعة كان نعرفوا الحالة الصحية بالنسبة للاعبين الكل، وهل تأكد كونه حازم رجع شفناه يتدرب، هل رجع 100%؟ وبالنسبة للفيكتوار الأولانية هل تجاوزنا معنويا لفوري والفرحة، وخلينا نقولوا الضغط اللي تنحى بالنسبة للاعبية، هل رجعت الساقين تخمم في مباراة نيجيريا؟ اولا ما كانش ثم ايفوري، ما شفتش الايفوري. انا ما خرجناش فوق الكراهب ولا خرجنا الجماهير ما نجمش نتحكم في الجماهير معناتها بالعكس خليهم يفرحوا، عندهم مده ما فرحوش. بالنسبه لنا احنا معناتها ديما نحافظوا على بي سور تير، معناتها ديما نحافظوا على تركيزنا وانضباطنا، وما يعني حتى شيء. معناتها البطوله ما زالت طويله وما زالت صعبه، معناتها بقطع النظر على مباراه غدوه معناتها ما زالت مباريات صعبه اذا كان نحبوا نمشيوا لبعيد. اكيد اللي كونه الانطلاقه والفوز دائما مهم معناتها خصوصا في المباراه الاولى، لكن ما يعني حتى شيء معناتها بالعكس يلزمنا نزيدوا نضاعفوا من التركيز نتاعنا. بالنسبه للحاله الصحيه الكل الحاضرين معناتها حتى حازم مستوري باذن الله باش يكون حاضر. The lady in the back. السيده في الخلف.
My name is Joy Edna from GG Sports, and this is my question. Considering how tight the group is currently, بالنظر إلى تقارب المستويات، هل تعتقد أن هناك نقاط ضعف في الفريق المنافس اللي تستغلوها؟ ما عندوش نقاط ضعف ولا ما عندوش معناتها خلل في بعض المراكز. أكيد كل المنتخبات لازم عندها نقاط ضعف. احنا حاولنا باش ندرسوا المنتخب النيجيري مش من المباراة الأخيرة لكن حتى من قبل. هناك بعض النقاط الضعف اللي حاولوا باش يستغلوها. إن شاء الله غدوة في الملعب تشوفوا كيفية استغلالنا نقاط الضعف نتاع الخصم. أيوه هي. كوتش صباح الخير، منتصر صباح الخير، احمد علي راديو موزايك اف ام. كوتش لوبجيكتيف كنا نحكيو قبل ما نجيو اللي كان هنا سور لو بلان كومونيكاسيون كنا نفوزوا الماتش الاولاني. ديسكور شنو تو؟ اسكو جوست ماتش نيجيريا نخمو فيه ولا الاحلام كبرت؟ خاطر كنا نحكيو على اليفوريه. هيثم كان يحكي وانت قلت ما طلعناش فوق الكراب سي فري، مش احنا مش الملاعبيه اللي فرحوا برشا بالطبيعه اون انترن فرحوا، اما الجمهور ولات الطموحات نتاعو كبيره، والناس اللي كانت تحكي قبل الكومبيتيسيون اللي احنا فاشلين وما عرفناش نوصلوا ولا تحكي على ديمي فينال اليوم. ميرسي. احنا ديما في الوضعيات الكل ديما نحافظوا على تركيزنا وعلى اهدافنا. معناتها ما نجموش نقولوا اللي كونوا معناتها بعد مباراة الأولى معناتها اللي سيء معناتها باش نلعبوا على اللقب، ولا حتى لا قدر الله في نتيجة سيئة نقولوا سيء خرجنا. بالعكس معناتها احنا جينا قلنا اللي كونوا باش نتعاملوا مع البطولة هذه كل مباراة على حدة، كل مباراة وتركيزها ومعناتها والرغبة والفولونتي نحاولوا باش نكونوا في كل مباريات على مستوى عالي من التركيز. أكيد كل واحد في قرارة نفسه موجود في المجموعة ماذا به يمشي لبعيد ولما لا معناتها اللقب، لكن الأشياء ما تدارش بالطريقة هذه. دائما لازم الإنسان معناتها قد ما يتقدم قد ما يزيد يكبر الطموح نتاعو، من نحافظوا على تركيزنا، نحافظوا على انضباطنا، ما نغجروش القدام بعيد ياسر، بشوي بشوي تو اون فا بروغريسي ان شاء الله. منتصر صباح الخير، نافع بن عاشور بين سبورتس مرة أخرى. منتصر شاهدنا بعد المباراة برشا تركيز من اللاعبية، حتى في الفلاش انترفيو يعني كانوا معايا كثير تركيز، ما شفناش فرحة، ربما لأنه أكيد مش إنجاز أن نفوزوا على أوغندا رغم صعوبة المباريات الأولى في الكان في الدورات الأخيرة. أكيد اليوم اللاعبية مطالبين كما حكيت مع الكوتش مطالبين بالتأكيد، لأنه اليوم ورى المنتخب أنه قادر أن يكون في صدارة المجموعة ويمشي لبعيد، والأكيد أنه المجموعة هذه بتاع المنتخب التونسي بلاعبين خبرة وبلاعبين عندهم طموح. أكيد تفكروا أبعد مدى في البطولة هذه. هاي كما قلت نعرفوا اللي معناتها في الكومبيتيسيون لازم برشا دم بارد، كامبورت لي سيناريو نجموا زادا نتعلموا شويه من اغلاطنا في لي كومبيتيسيون اللي فاتوا، كما نشوفوا في كاس العالم حتى كاس افريقيا وقت اللي خرجنا بريمي تور. كامبورت لي ريزولتا في البروميي ماتش لازم نكونوا مركزين ونعرفوا لي زوبجيكتيف نتاعنا، نعرفوا اللي كل ماتش مهم، نعرفوا اللي نحبوا معناتها ايتاب باغ ايتاب، خاصة ديجا نخرجوا للسكوند تور والوبجيكتيف تاعنا باش نكملوا ان شاء الله بروميي دو جروب، دونك سا باس بار لو ماتش تاع غدوه. وكاو معناتها كما قلت لك نحبوا نشوفوا للبعيد ونمشوا للبعيد، لازم برشا تواضع ونعرفوا اللي الكومبيتيسيون هذه ماهيش سهله، معناتها المنتخبات الكل خاصة الكره في افريقيا تحسنت بالكدا، دونك ما فماش ماتشات ساهلين، دونك علينا كما قلت لك نكونوا تري كام تري سوران، ثقة في رواحنا زادا، ما نعرفوا اللي وقت اللي نبداو معناتها مركزين سانز ايفوري بوكو دو كالم، ونعرفوا شنو نعملوا سور تيران نجموا نفوزوا باي فريق وباي منتخب، دونك ان شاء الله باش نكونوا مركزين و تري كالم تو لو لون دو لا كومبيتيسيون يا كومونسي غدوه ان شاء الله. منتصر عسلامة، هادي جبنيني لغاديو تونيزيان.
لو كان ذلك يحفزك بذكرك من نيجيريا، ما هي المباراة التي تعيد مشاهدتها واللقطة التي لا تنساها وتكون مصدر إلهام لك؟ تاريخ مع نيجيريا عشنا بوكو ديموسيون سواء ديجا كما قلنا وحكينا ماتش في الكوب دافريك في الكاميرون وبونتو يوسف على 46 مينوت، معناتها نعرفوا زاد صعوبة الماتش هذاك، نعرفوا شنو صار، كوفيد برشا جوارات ما كانوش موجودين، جوبونس كنا 12 ولا 13 في الافكتيف، والعباد الكل معناتها شافونا خاسرين قبل الطرح، اما الحمد لله امنا برواحنا، نعرفوا اللي ولا كان عندنا ثقه في رواحنا، ثقه في جوارات اللي بحذانا زاده، ونعرفوا اللي نجموا معناتها نعملوا حتى العباد اللي يشوفونا ما نجموش نربحوا ونجموش نعملوا نفوزوا بالاطراح، ما نحن نمنوا برواحنا ونعرفوا الكوليكتيف ولا سوليداريتي هذيك تنجم تخلينا نعملوا حاجات كبار. دونك فوالا عندي ديجا لو سوفنير هذاك، وحتى كمفرج نذكر بونتو دراجي في لي دانيير مينوت وقت اللي عملنا 2-2 غادي. دونك جو بونس عندنا دو بون سوفنير ضد نيجيريا، اما كساسو حتى في التاريخ نعرفوا اللي كانوا ديما ان غراند ناسيون دو فوتبول، حتى لليوم سي ان غراند ناسيون دو فوتبول افريكان. دونك ان شاء الله لازم نعاود الكلام هذاك، برشا تركيز برشا تواضع غدا باش نعملوا ان غران ماتش ان شاء الله، ونعملوا زاد دي بون سوفنير لروحنا وللجمهور التونسي ان شاء الله. The next question here on the right. كوتش مرحبا، وسام بن حسين نسمة سبور. بعد فيكتوار كبيرة كونتر أوغندا، القاعدة في الكرة تقول اون شونج با ايكيب كي غان، أنت باش تمشي في الفكرة هذه ولا؟ لا نغير الفريق الفائز، أنت تفعل بذلك أم لا؟ اون شونج با اون ايكيب كي غاني، لا نغير فريق يفوز. هذه معناتها هو سوفون معناتها في معظم المباريات ولا معظم البطولات اكيد اللي يكونوا معناتها دائما ليكيب اللي تفوز من المستحسن من الابقاء على نفس التشكيله، لكن كل مباراه عندها حقيقتها معناتها، دائما ماهيش القاعده هذه صحيحه 100%. احنا باش نحاولوا نحافظوا على المجمل نتاع المجموعه، اكيد اللي يكونوا مانيش من هواة التغيير ولا تغيير كثير ما برشا من اللاعبين، معناتها اكيد باش نسبه كبيره من اللاعبين يكونوا موجودين. We take the two last question, one here. آخر سؤالين. Hello, Austin Okonakman, Channels TV. I'm proudly Austin. For the player in English, please. للاعب. Eagles have made really good progress as a team. What's responsible? المنتخب النيجيري تحسن كثيرا، هل ذلك يعطيكم احترام أكثر؟ صحيح، نحن نحظى باحترام منذ وقت طويل، لأن المنتخب التونسي حاضر في نهائيات كأس العالم الثلاث الأخيرة وحقق نتائج جيدة بوصولنا إلى هنا. إذن كثير من المنتخبات الأفريقية تحترمنا. الآن يمكننا أن يكون طموحنا أكبر، ونريد أن نخطو خطوة بعد الأخرى ونركز على المباريات القادمة، وخاصة في مباراة الغد، حتى نظهر مستوانا وما الذي نحن قادرون على تقديمه. إذن في إفريقيا نحظى بالاحترام، لكن نحاول أن نتقدم خطوة أخرى. نسكل أحمد فارس بريسكوم إديسيون. سؤال للجوار منتصر تالبي، بالنظر إلى أنك أحد ركائز المنتخب، لو كان ثم ميساج قبل الدرجة والبعض ساعة ما تخرجوا للتيران، شنو هي لو ميساج اللي نجم يعديها منتصر الطالبي للجوارات باش يموتيفيهم؟ شنو تكون الكلمة الأخرى في الفيستير قبل الكو دونفون تاع مباراة مهمة برشا غدوة؟ اي جو بونس الميساج ديجا نعرفوا وقت اللي نلعبوا ماتشات كبار كيما هكا في دي كومبيتيسيون كبار كيما هكا، نعرفوا اللي لا كونسنتراسيون والتركز اللي هو ماكسيموم من جولات الكل، ومن بعد سي سورتو دوني بوكو دو كالم زاد ايت كونفيونس، نعرفوا اللي تركيز ولازم برشا كالم في لي مومون هذوما. دونك فوالا جو بونس عندنا برشا جولات ديكسبيريونس، نعرفوا زاد اللي برشا جولات كانوا موجودين في لي دانيير كومبيتيسيون، ونعرفوا
نعرفوا اللي عندنا مده عايشين مع بعضنا، دونك نجموا كلنا كسوا موا ولا حتى شويات الاخرين يبخل لا بارول. مي بون جو بونس الحاجه المهمه افون ماتش كوم سا سي كو نحبوا نفرحوا رواحنا، نفرحوا الشعب التونسي، ونعرفوا كو لي مومون كوم سا الماتشات هذوما ينجموا يعطيو برشا فرحه للتوانسه لنحنا لعائلتنا، وينجموا يكونوا فخورين بنا. دونك ان شاء الله كما قلت لك نحبوا نعملوا ان غران ماتش لنحنا باش نشوفوا زاد ابعد شويه في الكومبيتيسيون هذيك، وزاد باش نفرحوا الشعب الكل وعائلتنا وقرابنا ان شاء الله. شكرا كوتش، شكرا منتصر تلبي. For reminder, Tunisia will have the official training. التدريب الرسمي اليوم في الساعة 5، 15 دقيقة الأولى تكون مفتوحة للإعلام.